السلام عليكم ورحمة الله. أم، هنط لكم فيديو كده سريع عشان أنا مستفز ومش عايز أشيل ده لوحدي يعني. الدنيا واخدانا على فين؟ يعني إحنا حياة البني آدمين، هل إحنا عشان شفنا إخواتنا في فلسطين بيتدبحوا بيموتوا سنتين ورا بعض فبقى أي حاجة تانية وخلاص بقى ده طبيعي بالنسبة لنا وبنسكرول والدنيا حلوة؟ فهل بقى طبيعي بالنسبة لنا إن أي حاجة تحت ده ما تبقاش مهمة؟ حياة البني آدمين ما بقتش مهمة؟ شغلهم، ديونهم، الكلام ده كله مش مهم ان انا العب بيه؟ صديقي بيحكي لي النهارده، وده اخ ليا يعني، وبس مش هينفع اذكر اسمه عشان ما اذيهوش يعني في المكان اللي هو سابه. آم، اشتغل في بلد ما وكان قاعد في مصر، جاله فرصة حلوة في بلد ما وراحوا ابتدى شغل فيها، قالوا له هنعمل لك الإقامة، قعدوا يمطلوا معاه. الراجل ابتدى يعمل بلانز، فاينانشال بلانز عشان حياته تبقى احسن، وازاي هيجيب يعني اسرته بقى واولاده والكلام ده كله. وشغال والدنيا جميله. وعدى البروبيشن اللي هي فتره الاختبار يعني، ولسه مستني الاقامه. يفاجئ بان بميتنج، تعالى معلش، احنا اسفين بس احنا ايه، البرفورمانس مش عاجبنا وهنضطر، يعني ايه، هتضطر تمشي. آه، ده مش redundancy، يعني ده مش ان هم مش محتاجين المكان، لا ده performance based termination او separation. طيب يا ابن الناس، حد كلمك في حاجه؟ حد اداك كوتشنج؟ حد اداك PIP اللي هي performance improvement plan؟ حد اداك اي خطه؟ حد حذرك؟ حد قالك خد بالك؟ الكلام ده كله احنا بنتكلم ان هو بعد البروبيشن بتاعه بشهرين. لا، ما حدش اداني، وده صديق مش هيضحك عليا يعني، ده اخويا يعني وعشره عمري، فمش محتاج يضحك عليا. ممكن يقول لي انا كنت زي الزفت ومشوني وعادي وهنتصرف بعد كده، لكن ده ما كانش اللي حصل يعني، وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله. أم، فانا سؤالي بس اللي يعني احنا دلوقتي، هل الناس فاكره، المديرين واصحاب الشركات، هل الناس فاكرة ان حد هيسيب او هيسيب الشغل بمزاجه او حد هيمشيه بيلاقي شغل تاني يوم حتى لو عنده خبرة؟ يعني صديقي ده هيبقى عنده خبرة زي كده حاجة وعشرين سنة، تمام؟ هل ده هينط في شغل تاني؟ طبعا الرزق بتاع ربنا، محدش قال حاجة، تمام. بس انا ليه بلعب بحياة الناس؟ انا لو النهاردة عامل له فترة اختبار 6 شهور، 6 شهور كافيه ان انا اعرف اللي قدامي ده شخصيته. وهو احنا مش بنتكلم في ان هو لسه متخرج وهيبتدي شغل، لا، احنا الراجل ده دايركتور، تمام. فانت انت جبته بناء على سمعه، بناء على السي في بتاعه، على خبرته. فبجيبه بشغله 6 شهور، بيدخل لي فلوس ويدخل لي فلوس، وفي الاخر بقول له معلش اصل مش من عندي، مديره بقى اصلا مش من عندي، ده من الهيد كوارترز من الاداره، وكل واحد بيعملوا الهوت بوتيتو او البطاطس السخنه يعني، إن تقع في ايده يروح مباصيها للتاني. حياة الناس بقت لعبة. هل أصحاب الشركات فاكرين إن التضخم السكاني العالمي ده بيوازيه في العرض والطلب الأماكن والشركات اللي بتفتح؟ لأ، لأ. والمنافسة بقت أشرس، والأجيال الجديدة اللي طالعة بتقدر تعمل اللي إحنا بقى يعني جيل الأربعينات أو جيل الثمانينات وأول التسعينات بيستراجلوا وما درسوش. هم دول بيدرسوه من المدرسة ومن الجامعه، وبيطلعوا بعد كده خلاص جاهزين ان هم يشتغلوا، ويعني اذكى وفايقين اكتر وهيعملوا كل حاجه. فهل ده معناه ان الشخص اللي يعني حياته بقت لعبه، ان انا خلاص مع السلامه؟ انا على صعيد الشخص يعني، كنت الشخص انا نسيت الكلمه بالعربي يعني، انا كنت الشخص المسؤول عن ان انا اوصل الرساله واتكلم مع الناس اللي احنا بنمشيهم من الشركه عندنا، واحنا ما يقرب من 300 شخص، تمام. وكانت يعني اسوأ واقصى شيء على الواحد ممكن يعمله، ومش شطاره، ومش حاجه انا فخور بيها ان حد يختارني ان انت هتبقى الجلاد، او ان انت تبقى الشخص اللي هيقول للناس امشي وان انت قلبك قاعد. ولا هي ما فيهاش قلب قاعد ولا قلب متنيل. بس انا سؤالي للمديرين، انتوا هل انت عارف ان ربنا شايفك؟
هل انت عارف ان ربنا شايفك ولا لا؟ عشان لو انت مش عارف، لا هو شايفك. ولو انت يعني انا مفيش حد، وازعم وانا عارف اللي انا بتكلم فيه كويس قوي، انا مفيش شخص واحد انا اضطريت امشيه او تسببت في فصله او حصل منه حاجه او الكلام ده كله، ما حطيتش دماغي على المخده بعديها ونمت، لان انا عارف كويس قوي قبل ما اخد القرار ده انا بفكر في ايه، وايه الثوت بروسيس بتاعي، وبعمل ايه عشان ما ابقاش ظلمت الشخص ده. لكن احنا دلوقتي كلنا بقينا قضاة، وبقينا ضباط شرطة، واسهل حاجة ان انت ماشي وتجيب مكانه، ولو انت بتديله جنيه هتجيب واحد ب10 قرش. وبوظنا الدنيا، بوظنا الدنيا. سوق العمل بقى مقزز، بايظ بايظ خلاص. لا انت مهما يكون عندك كام سنه خبره، اشتغلت في قد ايه، انت ما بقتش في الانترفيوز بتقدم نفسك، انت بتترافع، انت بتدافع عن نفسك. وما اعرفش ايه الجمال في ان لما حد يقعد معاك من الاتش ار او من الاداره، ويقعد يحاول يصعب عليك الدنيا، عشان في الاخر يقول شفت انا وقعته ازاي، او شفت. ما احنا كلنا عملنا انترفيوز لناس، وعملنا ماس انترفيوز، وشغلنا ناس كتيره جدا. من امتى احنا بنحاول نصعب الدنيا؟ يعني انا اذكر شخص واحد، انا للاسف مش فاكر اسمه، عملت معاه انترفيو في شركه ما في سنه 2018. الشخص ده الوحيد في ال 23 سنه اللي انا شغالهم، الوحيد اللي في الانترفيو بيقول لي انا معاك عشان اساعدك، انت فاهم يعني الكلام ده. يعني احنا بنتكلم من 8 سنين، فهو عارف ان انا فاهم، وهو عارف ان انا عايز اوصل له حاجه معينه، بس انا مش عارف اوصلها بطريقه تكنيكال مظبوطه او بالكلمه اللي هو عايزها، فهو بيساعدني. تمام، ده واحد اللي انا افتكرته في 23 سنه من كل الانترفيوز اللي انا عملتها. واحد واحد يا مؤمنين. بقينا، هل هي شطارة ان انا بقى مدير بخوف اللي تحتي، او انا مدير لازم يتطبل لي او يتلحس لي او الكلام ده كل بقى الكلام المقرف ده، ده بيحسسك بنفسك؟ والله العظيم انا افتكرت حاجة برضو مقرفة. يعني بس احنا كنا اطفال، كنا في ثانوية عامة ولا في تانية ثانوي وكان واحد من اصدقائي دخلنا كان بيقلب عربية ابوه، وبنتمشى بيها بقى بالليل الساعه 5 الصبح وبتاع، والدنيا فاضيه في مصر. فجاي بيحط بنزين وانا قاعد جنبه، فحط مش عارف قال له ب 10 جنيه ولا ايه، فقال له تحت امرك يا باشا. قال له شفت، بيبص لي كده بالظبط بيقول لي شفت، بيقول لي يا باشا. فانا بصيت كده، دي كانت بدايتي مع رؤيه الحالات النفسيه وفرق التربيه. يعني ان واحد مبسوط، او واحد بيحس ان السيلف ستيم بتاعه اللي هو المفروض ما يستمدوش من اي حد، بيحس كده بفخر ان في عامل محترم في بنزينه بيقول له يا باشا، فهو حس ان هو باشا. فانا كمدير، هل انا مهمتي ان انا اساعد اللي قدامي واحسنه، ولا ان انا احط عليه؟ آه، ازعم ان انا في اخر 10 سنين اشتغلت فيهم، دي مهمة المدير، ان انا اصعبها عليك ازاي احسسك ان انت لسه عندك اكتر. في فرق ما بين ان انا احفز بني ادم عشان بس ايه، انا مش عايز يعني ايه، احنا مش داخلين نعلي على بعض، انا متعصب اوريدي، تمام، متعصب للراجل ده ومتعصب لحاجات كتير قوي. فهل انا كمدير شطارتي ان انا اصعبها عليك؟ ان انا لو صعبت الدنيا عليك وحسستك دايما ان انت لسه ناقصك حته، ناقصه، زي ما كان بيتقال لنا في الابريزل اللي هو التقييم السنوي، ما فيش حد بياخد 5. والله العظيم كانت بتتقال في شركه كنت بشتغل فيها من، ما اعرفش، من 20 سنه ولا من 15 سنه. ما فيش حد بياخد 5. يعني ايه ما فيش حد بياخد 5؟ يعني ايه؟ هو الخمسه دي للانبياء؟ ما انتوا لو انت حاطط كرايتيريا وحد جاب الخمسه هياخد الخمسه. الخمسه عيب؟ يعني لو انت حد عمل كل حاجه انت طلبتها منه، تمام، او عمل 4 حاجات من 5 حاجات، بس هي وانت اباف اند بيوند في حته معينه تشفع ليه ان هو ياخد. انا فاكر ان انا في 2 من رجاله التيم كانت عندي حبايب قلبي، يعني هم عارفين نفسهم. انا اديت لهم 5 وحاربت عشان اديهم 5، عشان هي مش حرام ان هو ياخد 5. مش حرام، مش عيب. بدل ما انا حاططها يبقى لازم احط الخطه لكيفيه الوصول ليها. هو انا حاططها ايه، جزره؟ يعني انا جزره بقول لك دي الجنه بقى،
اللي انت مش هتعرف تجيبها، يلا دي تفاحه اوعى تقرب منها. ما بتحصلش، ما بنعملش كده، ومش بالمنظر ده، مش بالمنظر ده. الموضوع ده يا جماعه وحش قوي ومقزز جدا، ان يبقى كل واحد، احنا دلوقتي بقينا وانا متاكد ان انا مش لوحدي، عشان بس ما حدش يقول لي ايه يعني رايك الشخصي، وكان انا بتكلم مع الناس كل يوم تمام، واكتر واحد بسلم ودني للناس عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي. الناس كلها خايفه، ومش بس وهي متغربه، يعني اللي متغرب ده الله يكون في عونه تمام، لان هو يعني ايه بيحارب بقى حروب، بيحارب نفسيات وخلفيات ناس جايين يشتغلوا، فهو بيحاسب على مشاريب حاجات كتير قوي، وتنافس، وانت احسن مني ليه وانا هعلي عليك وتعلي عليا، وقصص كده ايه وحشه يعني تمام. لكن انا بتكلم حتى اللي في بلده، حتى اللي في بلده، انا ليه افضل حاسس ان انا مش في امان؟ ليه تفضل دايما تخليني في صراع ونزاع مع يقيني ومع ايماني بربنا؟ ليه يعني ليه؟ ليه الدنيا قصيره والدنيا اصغر من ده؟ ولو انت مدير ولا لو انت دايركتور ولا سي او على ايه؟ على 100 200 500 الف واحد، كل يعني مبروك، جود فور يو. وبعدين وبعدين فين فين اللي احنا اتربينا عليه؟ فين اللي احنا اتربينا عليه؟ فين التحفيز؟ فين المسانده؟ فين ان انا معاك بره شغلك وجوه شغلك؟ فين ان انا اديك مساحه من امان ان انت تجيلي وتحكي لي مشاكلك؟ يا جماعه انا في واحد يعني الله يرحمه، الله يرحمه، ومش يعني مش هتكلم في ده كتير عشان انا يعني ليس لي الحق ان انا اتكلم فيه. واحد انا رفضته عشان خطأ جسيم لا يغتفر، وربنا توفاه بعديها بسنه. اهله كلموني وانا ما اعرفوش، مش صديقي يعني، ما كانش عندي بيه علاقه بعد ما مشي، كلموه عشان اقعد معاه في المستشفى وهو محطوط على الجهاز لغايه اما فصلوا الجهاز، وطلبوا مني ان انا ابقى موجود اغسله عشان ما فيش حد من اهله موجودين، وان انا اللي اشرف على دفنه. ايوه انا بعمل كده، وبعمل كده لغايه دلوقتي. ليه؟ عشان انا لازم اخد قرار، كلنا نضاف، كلنا بننزل كلين شيت او بننزل ورقه بيضه، وبعد كده الدنيا بتلوث اللي عايز يتلوث، وببهدل الدنيا، والواحد بيبقى في صراع يعني ايه 24 ساعه مع الشيطان نفسه وشياطين الارض وهكذا. بس انا باخد قرار ان انا ابقى كويس، مش هتغير، انت مش هتغيرني. ده انا اشتغلت مع مديرين انا ما يعني لا حول ولا قوه الا بالله. انا اشتغلت مع مديرين آه يعني اقول ايه طيب، ما خلوش سجان، ما وقفوش في سجن على مجرمين، عشان بس تنمرهم النفسي. يعني هما ده اخرهم، هو اخره يتنمر عليك نفسيا، ما يعرفش يعمل حاجه اكتر من كده، ما يعرفش يعمل حاجه اكتر من كده. فاخره يلعب لك في ابريزل، يلعب لك في السالري، ياخره، يقول لك انت مش كويس، او يديك كلمه تبقى انت مبسوط بحاجه صغيره انت عاملها او حاجه كبيره بالنسبه لك، ويجي يقول لك لا في احسن من كده. يا ابني يعني انت كده فاشل، انت فاشل عشان انت مكسل تقرا كتاب، فانت جايب اسهل حاجه، جايب بريل وجايب تقول له لحد اللي هو ايه انا ازاي اجريه ورا جزره، فاقول له لا في احسن من كده، فهو ينحت نفسه ويبقى كاره اليوم اللي يعني استغفر الله العظيم اللي ربنا خلاه تحت ضرسك. ما بتمشيش كده، والله ما بتمشي كده، مش بالمنظر ده، مش كده يا جماعه، مش كده. انا قرفان والله قرفان، ما اعرفش النور اصلا مظبوط ولا هتعرفوا تشوفوني ولا لا. ما بتمشيش كده خالص، الدنيا ابسط من كده تماما. انت بتتعامل مع اهلك، بتتعامل مع زوجتك، بتتعاملي مع جوزك، مع اولادكم، مع قرايبكم. الحلو اللي بنعمله هنا نطلع بيه على بره. مفيش حاجه اسمها بقى انا بقلع الماسك وبخش جوه وبتحول، وما في الشغل وانا في الشغل انا مش، لا، ما انت تقدر تبقى كويس هنا وهنا. ليه تخش الشغل؟ خليني بس اقول لكم حاجه، يعني يعني دي حاجه انا مؤمن بيها. لو انت شخص عندك كاركتر معين، والكاركتر ده بقى انت جلاد، او انت ايه بيترعب منك الناس، بتبقى يعني رقابه بتخبط وبتطلع تقول لي بره لا انا بني ادم كويس وبساعد الناس وبتاع والكلام ده كله، انت مش هتخش ذمتي بربع جنيه، مش هتخش ذمتي، مفيش الكلام ده. عارفين ليه؟ عشان الطبع طاغي، طبعك طاغي. يعني لو انت اتحولت والزمن قدر يحولك ان انت تبقى شخص جوه الشغل فرحان ومبسوط بنرجسيتك ان انت ماشي،
والناس من حواليك قلقانه ومرعوبه، وده احمد جه واحمد راح وخلي بالنا والدنيا، وانت كده اتبسطت ورجعت بقى قلت ايه، انا هبقى لا، انت ما بتبقاش طبيعي مع ولادك. وشفتها، فما حدش بس ايه عشان الهري بقى والرغي. انا ما بقى انا مش عامل الفيديو ده عشان نخش بقى نفضل ايه نارجي ونعمل وكلام، لا. انا عامل الفيديو ده عشان مستفز، عشان انا قصه صاحبي دي انا عايشها معاه دلوقتي، والقصه دي مستفزاني ان احنا، انا كمدير ليه، ما هو انا مش هقول لك انت ليه ما عملتش كوتشنج، ليه ما اديتلوش وورنينج، ليه ما عملتلوش PIP. لا، هو انا هقول لك هو انت ليه ما ساعدتوش، بس ليه ما ساعدتوش؟ يعني ليه من جواك جينيونلي اللي هو البني ادم اللي بيقف لاخوه، ليه ما ساعدتوش؟ يعني ما قلتوش خلي بالك يا كذا، انت في مشكله، او في مشكله، او هيجي عليك ابريزل. طيب خلينا بقى نقول ان صاحبي ده ايه، فاشل، ولا دايركتور ولا نيله، وتعبان، والناس اللي بتتفرج عليا اللي عارفيني لو يعرفوا، هم عارفين كويس قوي ان هو شاطر ازاي، يعني هو شاطر وانا بحب شطارته. آم، بس نقول ان هو كان وحش وسيء ويعني ايه ولا يستحق الشركه اللي هو فيها. طب بنستنى لسه 6 شهور؟ احنا بنقول، يعني انا بقول لكم هو ما مشوهوش او ما عملوش مع الميتنج بتاع ان هم هيمشوه بعديها بسنه، لا، ده بعد البروبيشن بشهرين، ده لو كملت شهرين. طب انا ليه بعشم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا بقينا بنعشم في اكل العيش؟ يعني احنا عشمنا في علاقات وكنا بنتف على نفسنا ونقعد نقول احنا كنا عيال صغيره وما بنفهمش، واتعلمنا وبنستغفر ربنا وبنقول يا رب ما يطلعش في بناتنا، تمام، وفي ولادنا. بنعشم في اكل العيش. يعني انا قبل كده حد مشاني قبل بروبيشن في سنه 2013، تمام، ظلم، مظلوم واتضحك عليا واتعمل عليا فيلم. بس انت قبل بروبيشن انا ماليش ان انا اتكلم، انت بروبيشن دي يعني 24 ساعه نوتس، الو ايوه يا احمد، سلام عليكم، وعليكم السلام، وده اللي حصل فعلا. بتعشمه ليه؟ يعني ليه يعدي بروبيشن وليه يبتدي يبيع حاجات ويشتري حاجات ويعمل ويبتدي يصرف على اساس ده واحد طالع من مصر بمرتب ورايح ياخد مرتب بعملة تانية؟ فناهيكوا عن الفرحة وناهيكوا عن الأحلام اللي بنقعد نعملها مع أسرنا، اللي هو احنا هنعمل وهنشتري وهنجيب ناهيكوا على كل الأحلام دي. بنعمل ده ليه؟ بنعمل ده ليه؟ بنعمل ده ليه؟ هي حياة الناس يا جماعة، يعني لا إله إلا الله، الحالة النفسية اللي الواحد بيخش فيها، والأمراض النفسية حقيقية وبتيجي، والاكتئاب حقيقي. انا منزل لكم حلقه عن الاكتئاب عشان يعني استغفر الله العظيم، يعني عشان اللي احنا بنمر بيه ده ما قدرتش اعمل لكم حلقه حتى، يعني حلقه تفرح كده، جايه لكم بقى نازله لكم هتاخدوها في الشغل. بس بجد والله ليه الراجل، ليه حد يجي له مرض، ولا يجي له حاجه، ولا يجي له ثعلبه، ولا يجي له اكزيما، ولا حزام ناري، ولا الكلام ده كله عشان الاسترس؟ ليه بنعمل كده؟ ليه؟ دي ارواح بني ادمين، واحنا مش بنتكلم في شباب صغير. احنا كل الاكشن اللي كان بيحصل معانا من الشركات واحنا صغيرين، واحنا لسه متخرجين، واحنا لوحدنا من غير افواه وارانب نطعمهم، تمام، كنا بنعدي وبنقول معلش، اللي يعني ايه اللي اسمها ايه، اللي ما يموتكش يقويك، ولا what doesn't kill you makes you stronger، تمام. اللي ما بيموتكش بيقويك وبتاع، وتقوم واحسن وجامد ولسه الدنيا فيها وانت لوحدك وبطولك وكانت الدنيا بتمشي. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ ليه تخلوا بني ادم يقعد مع نفسه كل يوم يقول يا رب، هو انا لو انا متضايق ولو انا مكتئب هل ده قنوط من رحمتك؟ وهل ده عدم يقين برزقك؟ ليه البني ادم يقعد كل يوم بيكلم نفسه؟ لان مش كل الناس اقوياء، مش كل الناس ايمانهم قوي، وده يعني هي دي حاجه انت بتشتغل عليها زي الجيم كده، مش كل الناس فورمه. فانت ليه بقى انا ليه انا اتسبب في ده وانا مش محتاج اتسبب فيه؟ وما تجيش تقول لي وما حدش يجي يقول لي ما هم بيدوا له حقه. انا مش بكلم الHR دلوقتي، ما تقوليش هم هيدوا له 3 شهور، هيدوا له شهرين، بيعملوا ايه يا بيه؟ يا جماعه واحد من التيم عندي مشي من الشركه اللي انا كنت شغال فيها، قابلته بعديها بسنتين قسما بالله، انا بقسم بالله وقسم اتحاسب عليه، لقيته بيقول لي انا بقالي سنتين ما بشتغلش ولسه جايب شغل من شهر، وهو كان يعني خلف في اخر شهرين ليه قبل ما بيمشي، حاجه زي كده يعني.
انا ما كنتش عارف اقول له ايه. انا ما كنتش عارف اقول له ايه، لان هي كانت ريدندنس. يعني احنا كنا بنمشي بقى بال100 باتشات ورا بعض. هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ وما ينفعش اقول له عملت ده ازاي يعني. ما يعني انا مش هينفع. مؤمنين برحمة ربنا، ومؤمنين برزق ربنا، ومؤمنين ان لو اجتمعت الناس كلها على ان تضرك بشيء محدش هيقدر يضرك، والعكس. تمام، مؤمنين. بس ليه حد يقعد واختبره في ده؟ الحياة كلها اختبارات، وعارف اختبارات. بس في حاجات، وده قدر، وانا فاهم، وانا قدري جدا، والحمد لله، والحمد لله فخور بعلاقتي بربنا ومبسوط بيها، والحمد لله رب العالمين. انا اللي انا بقوله يا جماعة، ومش بقول لو، انا بقول انت بتروح شغلك كمدير، ان انت تعمل اللي عليك، هو ان انت تشتغل وتساعد التيم بتاعك وتبنيهم وتعلمهم حاجه جديده. قول له انا في كورس كذا اشتريته، انا باخد دلوقتي دبلومه في كذا وكذا، عايزني اقعد معاك نذاكرها. تقدر تشتغل على نفسك، وريني CV بتاعك. انت تستاهل حته احسن، وتقدر تروح بتقدم على شغل. هو ده يا جماعه السبورت الحقيقي. مش ان انا افضل انا يا جماعه، الناس بقت عايشه بمرض ستوكهولم سيندروم. الناس كلها بيحبوا دلوقتي مديرينهم المتنمرين، ومش مش حب، يعني هي مش حب، بس هم الناس بقت رهينة شغلها. الناس بقت رهينة شغلها. وانا الشخص اللي كنت دايما بقول لا، انت لو انت تستاهل احسن من اللي انت فيه، لازم ما تستهونش في حق نفسك، وتدور وتعمل وجامب شيب وخد ريسك وكل الكلام ده. لا بقى دلوقتي دلوقتي انا قلت حد كده هيتف في وشي، قال لي لا برافو بقى انت بطل. واحنا بنسال الناس بتقعد ازاي في ابيوسف ريليشن شيبس. تمام، ودي بقت زيها بالظبط. الناس كانت بتقول لي انت ازاي قاعد في الشركه الفلانيه اللي انت فيها وانت متضايق والكلام ده كله. علينا حاجات، علينا حاجات بندور وبنقدم، بس في خوف. في خوف. انا لما اشوف حد قدامي بقاله سنتين وتاني، الرزق بتاع ربنا والله عارف. تمام، وبنشتغل على نفسنا وبناخد كورسات وبنعمل كل حاجه وبنتشقلب. تمام، وفي شغلنا ماشيين جوه الحيطه ويعني ايه، يعني مش ماشيين بما يرضي الله، مش عشان احنا كويسين، عشان ما بقاش في اوبشن تاني، عشان في ورانا اسره. فما بقاش خلاص، ما بقاش في ابطال، ما بقاش في بطولات. بقى في، انا بعمل شغلي بما يرضي الله، وانت عايز مني ساعتين زياده، 3 زياده، ويكندز الساعه 12 بالليل، 2 بالليل موجود. ولو لاحظتوا هتلاقوا على لينكدين الشركات بتنزل في بوستات معينه، يعني وانت بتقدم على شغل، ار يو اوكي ان انت تشتغل، او هل انت تمام ان انت تشتغل في ويكند وتشتغل افتر اورز. ده كلام. ده بقى طبيعي. ده بقى الطبيعي. خلاص، انا بنورماليز كل حاجه. ايه الشيء الجروتسك، او الشيء اللي هو المقزز بالنسبه لك وبطنك ما تستحملوش، هفضل حاطه في وشك لغايه ما تتعود عليه. فيبقى انا حياتي لا قيمة لها. حياتي أصلا يعني إن أنا أبقى حي يرزق أو ميت، دي أصلا ملهاش أي يعني بعد اللي حصل السنتين اللي فاتوا، دي ملهاش أي دي ولا ده ناموسة. إحنا بقينا ناموسة واتعملت كده بالنسبة لغيرنا، يعني للناس اللي عايشة معانا. طيب، على صعيد الشغل، لا ما يعني يبص بقى للي جنبه، ما اللي جنبه حاله أسوأ منه. خلاص هنقعد نبص اللي جنبنا حالنا أسوأ مننا لغاية اما نشوف ايه. طيب يعني نشوف حد مثلا، حد مدفون ونقول كويس ان انا على وجه الارض، بيحصل ومؤمنين بده. تمام، بس انت يا مدير ما ينفعش تاخدها ذريعة ان انت، يا جماعة لازم، يعني ما اعرفش والله، الناس دي لازم تفهم ان انت نرجسيتك دي مهروشة. واللي بيبتسم في وشك في الشغل طول السنين دي وقادر وبالعافيه، عارفين الدواء بالعافيه كده بيتعامل معاك. عامل ايه الاخبار، تمام الدنيا. يا جماعه انتوا بتتشتموا شتايم غير طبيعيه، وبيديها عليكم كميه دعاء. يا جماعه دعاء المظلوم ده يخوف، يخوف. والله العظيم 3 في حاجات حصلت لي في حياتي، انا بقيت اقول انا في حد ظلمته، ودي دعاء حد انا ظلمته. لان كل واحد عارف، ما انت خلاص انت مش هينفع تشتغل نفسك. لو انت ضايقت حد في يوم من الايام وعملت يعني وحتى لو انت مش واخد بالك، او لو انت كنت اصغر ومش ناضج انف،
آه وحد دعا عليك، خلصت بقى، خلصت. حد قال حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وراح ايه، الملف طلع فوق. وكل سنه وانت طيب. فالناس دي يعني انا متاكد ان هي ما بتخافش ربنا لو هم مؤمنين اصلا بوجوده، لان انا بتكلم على يعني ميكس جنسيات. بس موضوع حزين جدا. ودلوقتي يعني انا، الواحد كان بيشوف لا لو انت مكتئب انزل الجيم، خد لك كولد شاور، اقرا كتاب ربنا، خش صلي، الكلام ده كله. لا، الناس دلوقتي بقت الامراض عندها بتتبني على مدار سنين. يعني الاكتئاب بيخش لهم وامراض. انا نفسي جالي ثعلبه قبل كده، وعرفت ساعتها ان انا ده ايه ده انا كان عندي اكتئاب وانا ما اعرفش. ونص داني دي كلها ما كانتش موجوده، ما كانتش موجوده. يعني دي كانت فاضيه كل ده، اكنها بيبي، يعني ما فيش، اكني بيبي هنا والباقي كله فيه دقن. فعرفت لا ده ايه ده انا يعني انا مش محصن بقى، انا مش محصن من الكلام ده. فرفقا بالناس يا جماعه، رفقا يعني رفقا بالناس. عشان انا اوعدك ان اللي انت بتعمله راجع لك، والله راجع لك. والمصحف الشريف راجع لك، قسما بالله راجع لك. وهيرجع، ويا ريته يرجع فيك. لو رجع فيك يبقى ربنا رحيم. لكن لو رجع في حد غالي عليك هتبقى انت واقف ومش عارف تعمل حاجه. نرجع تاني ليه؟ ما نرجعش تاني نساند الناس واللي بيشتغل معايا. ولو انا وانت بناخد نفس المرتب، واحنا في نفس التيم، وفي ما بيننا كومبيتيشن، تمام، ثق تماما ان اللي ربنا كتبه لي وكتبه لك هو اللي هيحصل. مش لازم ابقى وحش، مش لازم ابقى وحش، ومش لازم اديك سفين، ومش لازم استهزأ بيك، ومش لازم اعمل حاجات كتير قوي عشان اطلع فوقيك. ما بتمشيش كده والله. طب خلينا نقول بتمشي كده، ماشي، بتمشي كده يا احمد. وانت ايه؟ وانت عايش في اللالا لاند، اوكي، بتمشي كده. احنا عايشين على الارض دي قد ايه؟ م؟ يعني اللي بيسمعني ده تقريبا ربنا يديله طولة العمر، بس هو فاضل له يعني ايه، عشرينية تلاتينية. وده لو احنا باللي بيحصل لنا لو عرفنا نكملها. وربنا يديكم كلكم طولة العمر، تمام. حلو. خلصنا بقى هنا اللي بتعدي في لحظة. انا داخل يعني، انا الاسبوع الجاي بقى 42. كل سنة وانا طيب. آه وانا مش فاكر عدوا امتى، او خليني اقول مش فاكر من 30 ل 40 دي فين اصلا. تمام. هنعمل ايه بقى بعد ما نطلع فوق بقى واحنا صغيرين؟ وبلاش اقول واحنا صغيرين، لغايه اما انت عملت اخطاء وشديت خط كده، قلت ايه، انا مش هاذي حد تاني، انا مش هعمل حاجه غلط تاني. او الاخطاء الساذجه اللي احنا كنا بنعملها، وكنا فاكرين ان دي مثلا، لا انا عادي، انا براحتي، انا بمزاجي، دنيتي، الكلام ده كله. ما بقيناش نعمل الكلام ده عشان احنا كبرنا وبقينا اعقل من كده، وبنخاف على اولادنا، وبنخاف وبنخاف وبنخاف. طيب، خلصنا ده بقى وطلعنا فوق. هتقول لربنا ايه؟ طب ما هي يعني هي مش برزنتيشن مكتوب فيها بولت بوينتس، لا، دي ديتيلد، وفيها ديتيلز لكل حاجه انت عملتها. واللي عنده يقين بده، اللي عنده يقين بده ممكن ما ينامش من الخوف ان انا بصيتي انا ما غضيتش بصري هنا، انا شتمت ده، انا عملت صوت وحش، انا اديت لحد حركه، انا ضربت حد، انا اهنت حد، انا تنمرت على حد، انا. طيب حلو، يفضل بقى ايد، يلا بنأيد مع بعض، تمام. فلو انت فاكر يعني ان هي هتبقى ايه، كومبايلد داتا زي ما بيقولوا، كومبايلد كده، وانت ايه اللي هو السنه عملت فيها ايه، لا ده مش ابريزل يا حبيب قلبي، ده الابريزل بتاع حياتك. انا كنت ناوي اعمل فيديو دقيقتين، انا بقالي نص ساعه بلف حوالين البيت. يا جماعه رفقا ببعض، رفقا ببعض. المايند جيمز اللي احنا بنشوفها على البودكاست وبنشوفها في الريلز، وازاي تكنترول المايند اللي قدامك، ما بنعملهاش كده، ما بنطلعهاش مع الناس اللي بتشتغل معانا ولا مع الناس اللي في البيت. وروني شطارتكم مع لو يعني وروني شطارتكم اما يجي حد يعني يقتل 100,000 من اخواتنا، واحنا قاعدين بنشجب وبنعمل لايكات وبنريبوست. بس خليني ساكت عشان ما يعني ما يقلش ادبي وايه، وابقى واحد من الناس اللي بتقل ادبها وكده. وانا ما بحبش الكلام ده. فبنتشطر على بعض، واحنا كلنا على الله، احنا كلنا على الله،
انت مدير، اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. لو انت حفزت تيمك وقلت كلمة حلوة تجبر بيها خاطر حد، محدش هيقول عليك ان انت هلهولة، عشان كل واحد عارف كويس قوي مقاليد الحكم اللي في ايدك، وعارف كويس قوي انت ممكن تعمل ايه. فلو انت شجعت حد، محدش هيقول عليك ان انت تعبان. ولو انت قلت لحد كلمة كويسة، لو قلت لأي حد في الشيء، لو انت دخلت على يعني خبطت الباب وفتحت المكتب، شكلك كويس النهارده، انت عاجبني النهارده شغلك، شغلك بقاله فتره، بقول لك ايه، ما تيجي نعمل كذا 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 عشان نكبر في الشغل، عشان نكبر، انا عايزك احسن مني. ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ لما تعمل خير لحد يراجع لك، والله يراجع لك. عايز يعني عايز احسن حاجه في الدنيا، تاجر مع ربنا. ودي صدقه بقى، يعني دي صدقه. صدقات بتيجي بكافه الاشكال يعني والانواع. تمام، بتطعم حيوان، بتاخد بالك من مريض، بتتصدق على فقير، بتجبر بخاطر حد، بي الكلام ده كله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ الظلم وحش يا جماعه. ما يعني لو انت ظالم، لو انت ظالم، انا بقى بقول لك، انا جاي لك في الفيديو ده عشان اقول لك كده. لو انت ظلمت حد ونفسك من جوه بتشتغلك ان انت لا لا انا ما ظلمتوش، وانا 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 وانا، لا انت ظلمته، انت ظلمته. لو انت معاك الزرار في ايدك، انت ظلمته. لو انت كلمته بطريقه وحشه، انت ظلمته. لو انت حسيته ان هو اقل، او حسسته بالدونيه، او ان روحه في ايدك، ويفضل يقعد يكلم نفسه شهور قبل ما تيجي الطلقه في دماغه، آه، ده ظلم بقى ان شاء الله، ده ظلم. ولو انت من اللي بيتحججوا، ما هو انا هي الدنيا ماشيه كده، وانا محطوط عليا فانا بحط، فهي بقى ماشيه، عارفين البيراميد بتاع ذا باص شيتس اون ذا بيردز، وكله بيشيط على بعضه. فاحنا بقى كلنا مقضينا في ايه؟ في تويلت. تمام. فلو انت حضرتك من الناس دي، وانت عارف نفس حضرتك وعارفه نفس حضرتك، وفاكرين ان الله، ان ما انا قلب وشي كده وانا داخل اعمل لي قيمه. انت ما عندكيش قيمه، وانت ما عندكش قيمه، عشان دي مش قيمه. القيمه الحقيقيه ان حد يقول كلمه خير في ظهرك، ان حد يديلك بظهر الغيب، ماشي، ان حد لما يجي يقول لا والله الراجل ده كان محترم، انت مش محتاج غير الكلمه دي. الراجل ده كان محترم، الراجل ده كان بيساعد الناس، الراجل ده يوم في من الايام وقف مع حد. مش هتعرف تقف مع كل الناس، بس هتقف مع، يعني هتقف مع اكبر قدر. الناس يا جماعه الناس ما بقتش هبله. الناس بتشوف النوايا بتاعت البشر، وبتشوف قلبك نظيف ولا لا. وما تخليش حد ما تخليش حد يبقى على علاقه بيك في الشغل او بره الشغل، عشان انت هو في مصلحه ما بينك وما بينه، فانت مضطر تقول له يا سيدي. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، عشان مش دايما خالص، ما بتدومش تماما لحد، ما بتدومش خالص والله. في ثانية، في لحظة، في لحظة، في لحظة انت عندك سلطة النهاردة، بكرة مش موجود. يعني انت معلش يعني ده انا مش هتطرق لمنزلة الانبياء انا هطلع لكم بس رؤساء الدول. انتوا شفتوا كل رؤساء الدول اللي كانوا فاكرين ان هم هيعمروا في الارض، وكان دي البلان بتاعتهم، يعني اللي هو لا انا مكمل، انا خلاص، ما هو اللي يقعد 10 و20 و30 و40، لا ده مكمل معانا للاخر. و... والنهاية سيئة، النهاية دايما سيئة، النهاية دايما سيئة. ودعوة المظلوم ربنا بيجيب له حقه هنا قبل فوق، فهي جاية جاية. عشان كده دايما بدأ بقول يا رب لو انا ظلمت حد، لو انا اغفر لي وخليه يغفر لي، واديني طرق ان انا ازاي اكفر عن ده للشخص او لحد تاني، لعل وعسى يكون ده يعني يتكفل بالظلم اللي انا عملته ده. الرحمة، ارحموا من في الارض، ارحموا من في الارض، ارحموا من في الارض، مش دايما حد. يلا، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم ان شاء الله. وانتظروا حلقة وانتظروا حلقة الاكتئاب. يعني ما اعرفش ازاي حد يجي يقول انتظروا حلقة الاكتئاب. انتظروا بقى حلقة الاكتئاب عشان تيجي تخلص عليكم.
سلام.